بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر الكوري من مكتبة المنصورة. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنشرح طريقة تنصيب نسخة 7 للماكروتك ليفل 6. أوريكم إزاي طريقة التكريك زيها زي النسخة 25 اللي كنا بنشغلها زمان أو بنكركها زمان. طيب النسخة دي تقدر تكركها عن طريق كيسة عادية، اسطوانة تنسخها اللي أنا هبعتها لك، تنسخها على اسطوانة وتنزلها زي النسخة 25 بالظبط، ونبدأ التكريك مع بعض. اوريك طريقة التنصيب او الشرح عن طريق الفيجوال بوكس. هبدأ واعمل مكنة جديدة. طبعا انت هتجيب اي كيسة كمبيوتر فيها كارتين نت وتسطب الاسطوانة وتنزلها، وبعد ما تنزلها نبدأ التكريك زي ما بعضنا هنشوف الوقت. انا اول حاجة هعمل ايمج، هكتب هنا كلمة، طبعا كلمة MIK، بعد كده هختار هنا لينكس وهنا يوفنتو، بعد كده اختار فينيش. طبعا هنا اختار كلمة سيتنج، هنعدل هنا كارت اللان، ده الهارد وده الاسطوانة. هنختار هنا الايمج الاسطوانة اهي، ادي الاسطوانه يا جماعه اللي انا هبعتها لكم، بعد اللي هنكرر بيها او اللي فيها او النوع بتاعها فيها ملفات التكريك. وهنختار هنا النتورك، هنخليه كلمه نات، ده في الفيجوال. طبعا انت بتعملها التاني بتوصل نت في الكارت الاولاني والخروج في الكارت التاني. وهعمل اوكي وهبدا تشغيل المكنه. طبعا يا جماعه الاسطوانه هتنسخها على اسطوانه DVD، هي صغيره، ممكن تنسخها على CD، بس افضل تنسخها على اسطوانه DVD على سرعه 16 اكس. ليه؟ هتعرف بعد كده. معظم الناس عندها اسطوانات DVD اللي هو الموديلات الحديثه، والاسطوانات DVD بتكون افضل في القرايه في نسخ او قرايه البوت في DVD. برجح وبنصح انك تنسخ الاسطوانه على اسطوانه DVD مش CD، عشان لما تيجي تحط DVD بتاعك تشغل بيه الاسطوانه تموت معاك على طول. طبعا هنختار هنا كلمه اي، وبعد كده كلمه، لا هنا كده كلمه نو، وهنعمل ريبوت تاني ما اخترناش كلمه اول. معلش يا جماعه انا غلطت، ما دوستش كلمه ايه اول الاول. هنختار هنا كلمه ايه، كلمه هنا بالعربي كلمه اي، هنختار كلمه واي، وكده دلوقتي بتفرمت البارتيشن. طبعا انت ممكن تحط هارد 80 160 320 زي ما انت عايز، الكراك بيقبل على اي مساحة هارد. هنعمل انتر. هنا طبعا على النسخة لما بدأت هضطر طبعا اشيل الاسطوانة، هقفل بقى هنا ده واشيل اعمل سيتنج واشيل الاسطوانة من السي دي روم. الاسطوانة يا جماعة وابدأ اشغل المكنة تاني. طبعا بعمل سيتنج هنا يا جماعة عشان الكارت لو انا على الفيجوال لازم اعمل الكارت اعمل عليه بريدج مش نات. هتبدأ بس معايا ان شاء الله. ماشي، اختار كلمة سيتنج، واجي هنا على كلمة نتورك واختار بريدج على كارت اللان بتاعي. هفتح بقى الوين بوكس،
كده النسخة فتحت معايا اهي. طبعا هي ادمن، واشيل الباسورد واعمل كونكت. طبعا ادي النسخة طالبة لينس ازاي يا جماعة، ليفل 0، اقول له اوكي. طبعا اول حاجة بعملها هنا كده يا جماعة، بختار اللي هي كلمة نيو تيرمال اهي، واقول له حرف النو وانتر. انتر لحد ما اوصل لاول حاجة. طبعا اول حاجة كده يا جماعة بكتبها، اكتب كلمة اس واي اس وانتر، يقول لي سيستم. بعد كده اختار كلمة تيلي نت، اكتب كلمة تيلي نت، مسافة 127.0.0.1، 127.0.0.1، واقول له كلمة تيلي نت كتبت ناقصة، واقول له انتر. هيقول لي اكتب لوج ان، هكتب له كلمة ديفل واقول له هنا انتر. والباسورد طبعا مفيش في النسخة باسورد، اقول له انتر. بعد كده يا جماعة هنكتب كلمة كي جين، اللي هو كي جين بتاعتها الكلمة دي بالظبط، كي اي واي جي اي ان، نفس الكلمة كده بالظبط، واقول له انتر. طبعا بقول له خرج لي المفتاح بتاع النسخة من الاسطوانة. باخد ده كده كله كوبي، وارجع كده على سطح المكتب، اجيب ملف تكست واقول له كليك يمين بسط، وارجع تاني اعمل كنترول اول واخد اللي جواه تاني كوبي، وارجع تاني كده يا جماعة اهو. طبعا هنا انا خلاص خدت الملف كوبي. كل اللي انا هعمله بعد الحركة دي هكتب كلمة اكزيت بس، يعني اخرج الزيت كده. انا خرجت واعمل نقطتين وانتر كده، خرجت على المكوتيك اهي. كليك يمين بسط واقول له انتر، يقول لي واي وانتر، وهتبدأ المكنة ترستر. المكنة بترستر يا جماعة. طبعا نفس الشرح ده هو نفس التكريك بتاع الاس اتش ار، نفس الفكرة بالظبط. بس طبعا انت بتاخد الاس اتش ار بتعملها على فلاشة عشان هي ايمج وتسطبوا بيها بدل الاسطوانة. طبعا ليها طريقة تانية في حرق الفلاشة. طبعا انا كده خلاص دخلت هنا اهو، بدل المكنة فتحت لوحدها اوتوماتيك. طبعا ما عادش هنا المدة الزمنية راحت. اختار كلمة سيستم ولينسز، هلاقي عندي بقيت ليفل 6. طيب انا جاي هنا اختار اللي هي دي ان اس كلاينت، واختار الكارت بتاعي واقول له ابلاي، سحب معايا اي بي تمام، يعني كده واصل لي نت. واقول له هنا كلمة نات فاير وول في النات، ان انا افتح له انترنت. اشوف البنج موجود ولا لا. تمام النت موجود يا جماعه، واصل للسيرفر. هخرج اهو واعمل ابديت فينسز. طبعا قال لي ضم يعني خلاص. طبعا مفيش سيريال للمكن الفيجوال، وكده النسخه اتكركت يا جماعه. وعلى النسخه الفيزيكال نفس الحكايه بالظبط، ونفس طريقه التكريك، نفس الامر اللي انا كتبتها هي اللي تكتبها في التكريك. هتاخد المفتاح من نيو تيرمال اللي هو طلع كوبي،
وتنقله في ملف تكست، وتاخده تاني من ملف التكست ترميه في النيو تيرمال، هتلاقي النسخة بتاعتك اتكررت. شكرا والسلام ورحمة الله وبركاته. معاكم بدر دكوري من ماكوتك المنصورة.